هلا رح نجي على الوضع الحالي. قيل وقتها انه هي كمان صفقه الاحلام بالنسبه له للاعب من المنطقه الشرقيه، اعتقد كانت الصفقه الاغلى، لكن الان يقال انها الصفقه الافشل في تاريخ عبد الرحمن القحطاني. قصه القحطاني مع نادي النصر مع عمار علي. حلم كان لجمهورهم وحلمه هو كان غير ناديهم، وتفسير الاثنين بين النصر والهلال، حيث كان القحطاني رؤية تراود كل نصراوي لأن يكون بصفوف العالمي. والسراب الذي بقي سرابا هو انتقاله إلى عشقه الأول نادي الهلال، فلم يصل الطرفان إلى مبتغاهم، فلا الزعيم صار واقعا ولم يحقق القحطاني مبتغاه الثاني. وسنبقى بهذا الثاني نادي النصر حيث اندثر الحلم ومعه القحطاني. وإن كانت كلمة الاندثار كبيرة لكن واقع النصر يقول كذلك، ولست أنا. لعب معهم بالموسم هذا 12 مباراة فقط، 7 كأساسي و5 منها كبديل، أما التي لعبها كاملة فهي مباراة واحدة فقط. ولكم الحكم بأن اسما كعبد الرحمن لعب بموسم كامل مباراة واحدة من الدقيقة الأولى إلى 90، حتى أن عدد الأهداف التي صنعها للمهاجمين لم تتعدى الهدفين. فأي عقد وأي تطور وصل إليه القحطاني من هذا الثاني؟ ولا نعرف لمن نرمي اللوم، أعلى اللاعب أم على من وقف على دفة نادي الشمس الذي بقي خلف الشمس ولم يرى نورها ولو كان هناك إشعاع كبير. عمار علي، صدى الملاعب. هلا اجينا للجد مع عبد الرحمن. اول شيء عبد الرحمن كان هو عم بيتابع تقرير عمار، قال في شيء غلط انه انا ليس عشقي الاول للهلال، صح ولا لا؟ صح. انت ما تحب الهلال؟ مو اني ما احب الهلال، الكلمه هذه يعني ليس عشقك الاول. لا انا صرحت في هذا قبل فتره انه انا كنت صغير، يعني كنت يعني اتابع الهلال واشجع الهلال. هلا نكرت لانك عم تشتغل لا ما اتكلم، انا صرحت مع ماجد التويجري. اوكي، عنا تذكروا يعني. عندكم موجود يعني. في العالم اولوها يعني تعرف انا وانا صغير يعني حقك يعني اوكي يعني ما حدا له معك. اي، فلو انا هلالي مثلا او احب الهلال او كذا، يعني انا احترم نادي الهلال وبجماهيره وبادارته بلعيبته كلهم، ما بخصم حقه. يعني انت صغير كنت هلالي بس كبرت بطلت؟ لا مو انه بطلت، يعني تغير الوضع يعني خلاص اوكي. انت لعبت في عشان العالم ما يفكرون، لان تعرف الحين جماهير النصر وجماهير الهلال. اذا انت هلا لو يعني شفت مباراه بالسعوديه، لو انا ابغى الهلال عشان اخسر الموضوع كان شفتني في نادي الهلال، حاربت كل شيء ورحت نادي الهلال. طيب انا اقول لك انا رح اسال في جمله اسئله، شيل لي الصور مازن، رح اسال جمله اسئله سالوها الناس من الصباح. الاخ سعود بن عايد عم يقول لك هل رفض عبد العزيز الدوسري انتقالك للهلال، نعم ام لا؟ ما احتاج غير نعم ام لا؟ لا. الواقعه صحيحه؟ كان في عرض ايه ودرسوا الوضع بس ما الله كتب يعني. عبد العزيز الدوسري هو الرفض، نعم ام لا؟ كان الاعاره يعني نظام اعاره. رفض ام لا؟ لا ما رفض. لكن كيف لو وافق كنت رحت على الهلال؟ ما رفض يعني تام. طيب. بس هو تعرف العروض يكون فيها اخذ وعطى يعني. الاخ عبد الله عم بقول لك بقيام مع النصر ولا ماشي؟ والله انا عقدي مستمر معهم الى باقي سنه ونص تقريبا، سنه. معناته الاخ جابر القحطاني بيقول لك اسباب الحقيقيه لتدهور مستواك مع النصر، اذا هذا هو الاسباب ايه في النصر ايه والله تعود للمدربين، مو عبد الرحمن. عبد الرحمن جاهز في اي لحظه ايه، والكل عارف صراحه، خاصه الموسم اللي راح هذا. الموسم اللي بدأت معاهم الحمد لله بدأت بدايه موفقه، اللي مع المدرب الايطالي والتر زنقا، وكان الحمد لله يعني اخذت فرصتي يعني عبد الرحمن كفايه. الموسم هذا انا اتكلم، انا بقول لك معه صار فيني قصور، وهذا يحصل اي لاعب. سبب القصور يعني يصير يعني نزول في المستوى. بدنا نعرف سبب القصور. نزول في المستوى اكيد يعني هيك بدون سبب؟ لا يعني شيء طبيعي، اللاعب يعني ما يكون في يومه. اخ عم بيقول زي مثلا انت بالتجاره انت تكون مذيع في الحلقه، ما انت برايق مثلا او تفكر في اشياء صارت. هو شو السبب الاشياء اللي فكرت فيها؟ تزوجت؟ لا ما تزوجت، في ظروف عائليه. بالتجاره عم بيقول في ظروف عائليه يعني يمكن اثرت شوي. وفاه الوالده رحمه الله عليها. تعيش. يعني في اشياء طبعا الواحد يتحدى الامور هذه. طبعا بس انا زي ما قلت لك هذه نسبه ضئيله يعني انها في تدهور مستواي، بس انا قاعد اتمرن صح. طبعا في مدربين اشرفوا علي في نادي النصر خاصه الموسم هذا، عشان معلش انا الموضوع هذا حساس شوي. تكلموا معي مدربين يقول انت من افضل اللعيبه اللي قاعد اشوفهم، والكلام يطلع عكس.
ما لك انت قاعد تأدي صح، مدرب صاحب قاعد القرار. ايوه انت واحد كويس وبعدين يحطك على الخط. ماني عارف صراحه مين هن المدربين؟ ماتورانا اول هم ترانا يعني كان يقول لك انت منيح ويقعدك على الخط. يقول انت لاعب كويس بس انا صاحب القرار، متى ما احتجتك انا راح. طالما حطك على الخط ليش بقيان؟ ما انا احترم عقدي. هتضلك اختيار انا ولا؟ احترم عقدي. اذا كان المدرب ما يحتاجني ايه؟ اكيد الاداره راح تكلمني. يعني اذا حطوا خلوك على الخط او انا راح اتكلم مع الاداره. اذا كان وضعي نفس وضعي العام حتمشي. انا راح اتكلم مع الاداره ومع المدرب يعني بكل صراحه يعني. اذا ما انت محتاجني خلينا نمشي. انا راح امشي. وين بدك تروح؟ انا احترم عقدي. اوكي يعني لو فهمان واضح انك تحترم عقدك، لكن تضلك خلوك على احتياط. ان شاء الله راح تعرفون ان شاء الله. انت ماشي، انت الان تهدد عبر صدى الملاعب على ما هدد، مو تهدد، تحكي عبر صدى الملاعب. انا اكون صريح. اذا انا ضليت احتياط انا ماشي. وحتى انا سمعت الفتره الاخيره خاصه في الاجازه انا سمعت كلام انه ان المدرب في كذا لاعب ما كان يعني قدم اسماء للاداره ومن ضمنهم اسمي انا ان ما احتاج اللاعب هذا. وكيف يقول لك انت منيح ويقول لك ما احتاجه؟ ماني عارف. هذه بصراحه اول مره في حياتي يعني تواجهني الامور زي كذا بصراحه. ماتورانا مدرب منيح ولا مدرب قدير له اسمه؟ انا اقول لك معناته تحترم رايه؟ احترم رايه بس احيانا تستغرب من بعض الكلام اللي يقوله يعني. يعني انا ودي اصدقه. انا قاعد ادي تمارين على اكمل وجه وادي يعني جاهز في اي لحظه، في الاخير تنصدم. ما بدي اسال فيك في مليون عشان سؤال. يكون الجمهور معلش عشان يكون الجمهور يكون عنده نظره في الامور هذه. عبد الرحمن ليش ما يلعب؟ اكيد العالم يقول ما يتمرن صح او ما. هذا كلام المدرب اقولها قدام العالم ان المدرب قاعد يعني يمدح فيني وحتى الاداره بعد. بس الفرصه راح تجيك، متى تجيني الله اعلم عاد. وانت لاعب كبير بال 2007 هلا بدك تجيك بال 2012. شوف الفرصه ما راح تجيك في مباراه او مباراتين، بدك موسم. لا مو موسم. يعني زي ما اعطيت فرصه للعيبه الثانيه. في لعيبه كان مستواهم نازل. مثل مين؟ ما راح احدد اسماء. لا ما راح احدد اسماء. اسمح لي معلش اوكي. ما راح احدد اسماء. في لعيبه يكون مستواهم نازل والمدرب يعني قاعد يستمر معاهم. اوكي. وفي لعيبه ينزل مستوى فتره وهو كويس يحط في باله في الاخير ما يهتم. طيب بدي تعطيني اجابات. مالك معاذ له سبب وجوده في النصر؟ عمل شيء؟ والله ما اخذ فرصته مالك بصراحه. ما اخذ فرصته. ليش جابوا لك؟ انا عم تحيرني. بيجيبوا اللاعب اذا عم بتجيبوه ليش؟ احنا كلعيبه نحترم عقودنا، نجي نبي نخدم فريقنا. هذه هي. هذا ريان بلال هذا ما تسالني، سال الاداره. ما اخذ فرصته ريان يعني ما اخذ فرصته الكافيه بس كان له بصمه بصراحه. طب ليش لم يمشي لكان؟ هذه اشياء اداريه. التخبط وين عم بيصير؟ بالاداره ولا بالتدريب؟ شوف النجاح والتخبط يتحمل الجميع. انا اقول لك اياها. انت تتحمل؟ انت شو دخلك انت؟ احنا نتحمل معلش بس يعني في اشياء مثلا زي تعاقدات اكيد الاداره يعني هم الادرى في الامور هذه. احنا نتكلم بشكل عام. إلتون كيف؟ البرازيلي إلتون. لا ما لحقته. طيب هذا مش خساره يروح؟ والله لاعب هو بصراحه، لكن تعرف يعني يمكن في اختلاف. الناس عجزت تعرف شو مشكله النصر. شو مشكلته؟ انهم ما في مشكله كبيره بس اتمنى يتكاتفون اكثر يعني، بس يدعمون يكونوا قريبين من بعض، وجهات نظرهم طيب. تكون واحده. صالح السويدان عم بقول هل ندمت على انتقالك للنصر؟ لا ما ندمت، بس لكن اتمنى اني ما اندم. حلو. الاخ ابراهيم عم بقول متى تنضبط بالتدريبات وتبتعد عن الشو اوف؟ كيف؟ امتى تنضبط في التدريبات وتبتعد؟ انا جاوبت على السؤال هذا. صحيح جاوبت على السؤال هذا. عبد الرحمن مزيان لما اني منضبط في التمارين ما شفتني حضرت اصلا ولا يعني الحمد لله غياباتي في النادي ما امدح نفسي يعني. الحمد لله ما غبت الا بعذر شرعي يعني. طيب محمد الرفاعي عم بقول هل تتعرض لحرب من اداره النصر؟ لا ان شاء الله. لا ان شاء الله معناته في حرب؟ لا ممكن ناس لا من اداره النادي اللي معي. لا الحمد لله علاقتي فيهم الحمد لله طيبه. ممكن ناس من برا في اعداء. اسالك سؤال معلش. نحن نحط الورق ونحكي. قديش معنا وقت يا شباب؟ ما ضل عنا وقت. انت لاعب كويس وانا مدرب وفايت بالحيط وبدي فريق يعمل شيء، لانه اذا ما عمل فريقي شيء ممكن يقلعوني. وعندي لاعب مثلك كويس، بخليه على الخط؟ لا ما اكيد انك راح تحتاجه. بخليك على الخط؟ اكيد راح تحتاجني يعني. معناته ليش ما لعبك؟ اساله. هذه انا اللي استغرب صراحه يعني. ما اتكلم احنا لعيبه صغار مثلا يعني تمشي علينا الامور هذه. ما تمشي علينا يعني. الحمد لله عاصرنا مدربين ولعبنا ولنا يعني لعبنا يمكن بطولات كثيره وشاركت مع انديه كثيره يعني. الامور هذه بصراحه طيب. يعني شوي مبهمه. الاخ يعني. الموادع العمري عم بقول النصر دمر مستواك، نعم ام لا؟ ولو كنت تلعب في الهلال كان صورة والله نزل مستواي اكثر من ما دمرني كلمه. ترى شوف الفشل هذه ترى كلمه نزل شوي مستواي يعني. نزل مستواي بصراحه
طيب. والسبب خاصه الفتره الاخيره السبب للمدربين. المدربين. طيب الاخت جمانه، اهلكتينا اخت جمانه بالاسئله، لك عم تقول خلي يطلع كل اللي عنده، عم بيطلع كل اللي عنده، بلش والله انا طلع انا صريح بصراحه. صريح. اخت سوسو عم تقول عندك حساب بتويتر، نعم ام لا؟ كان عندي والغيته. ليش؟ يعني طيب الغيته. طيب. الاخت ريم الشهري عم تقول اماني يسلم لي عليك، وصل كل النسوان اللي سلموا عليك وصل. الله يسلمهم ان شاء الله. هلا بعت له اياهم، سواء يعني بالفاصل نبعتهم، سواء مشجعين او مشجعات. طيب. على العين والراس. بعد الفاصل راح نتابع كاس اسيا.